السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وصفتنا اليوم كلش سهلة وموادها متوفرة دائما وبكل بيت، والمكون الرئيسي بيها الدبس أو عسل التمر. والدبس متوفر بكثرة وبكل مكان وخاصة بالعراق، واليوم راح نسويها بطريقة سهلة وحلوة والطعم بعد أحلى. يلا تعالوا ويانا نشوف طريقة عمل حلاوة الدبس بالجوز والمكونات. نشوف أول شي المكونات. أحتاج بهاي الوصفة إلى كوب واحد من الدبس و2 كوب من الجوز أو الكمية اللي تحبون تضيفوها. أنا ضفت كوبين، وممكن أن تستخدمون أي مكسرات متوفرة حسب الرغبة. و3 ملاعق أكل كبيرة مملوءة من النشا. وهسه نبدأ بطريقة العمل. بطاوة عميقة أو جدر أنزل كوب الدبس وأخلي عليه كوب وربع من المي بنفس قياس كوب الدبس، وأخلي عليهم 3 ملاعق أكل كبيرة مملوءة من النشا، وأحركهم سوية إلى أن يختفي النشا تماما ويذوب بالمي والدبس. وبعد أن يذوب النشا ويختفي تماما أفتح الطباخ على حرارة عالية وأخلي الطاوة على الحرارة العالية وأستمر بالتحريك، وبعد أبد ما أتركه لحد ما ينضج، وأظل أحرك إلى أن يبدي يغلي، وأستمر بالتحريك إلى أن بعد ما تلتصق الحلاوة بأسفل الطاوة وتصبح ثخينة. وبعد أن تصبح ثخينة أنزل عليها كوبين من الجوز وأقلل الحرارة إلى معتدلة، وأستمر أحركها إلى أن تصبح بالقوام اللي نريده. أطفي الحرارة وأتركها شوية على جنب، ونحضر القالب، قالب التشكيل. أحضر القالب، أخلي النايلون الغذائي بداخل القالب حتى من أقلب الحلاوة وأطلعها من القالب تطلع بسهولة. أنزل الحلاوة بالقالب بعد ما تركناها شوية تبرد، أنزلها وأساويها وأخليها بالثلاجة لمدة 2 ساعات. وبعد 2 ساعات أرش البغراش أو مبروش جوز الهند على المكان اللي راح أقلب عليه الحلاوة من القالب، وأنزل الحلاوة على جوز الهند، وأرفع النايلون الغذائي من الحلاوة وأرش عليها من الوجه من الأعلى مبروش جوز الهند أو البغراش، ولازم نغطسها كل الحلاوة من كل جهاتها بالبغراش أو مبروش جوز الهند. وهسه راح نقطع الحلاوة، حلاوة الدبس بهذا الشكل بالطول، وكل قطعة أقطعها أغطسها بشكل كامل من كل الجهات بالبغراش أو مبروش جوز الهند. وبعد أن أكمل تقطيعهم أرجع أخليهم بالثلاجة لمدة 2 ساعات حتى تتماسك الحلاوة أكثر، ونرجع نقطعها قطع صغيرة، والحجم أكيد حسب الرغبة وحسب ما أنتم تفضلون. وبعد 2 ساعات أصبحت متماسكة بشكل جيد. أبدي أقطعها إلى قطع صغيرة بهذا الشكل وهذا الحجم. قطعتها أني إلى قطع متوسطة، وأنتم ممكن أن تقطعوها مثل ما تحبون. وبهذا الشكل أصبحت حلاوة الدبس بالجوز جاهزة للتقديم والأكل. حلاوة كلش طيبة وموادها سهلة ومتوفرة وغير مكلفة، وممكن أن نعتبرها من حلويات شهر رمضان المبارك، نزين بيه مائدة الإفطار في هذا الشهر الكريم. وممكن
أن نسويها بالأيام العادية وبالأعياد والمناسبات. طريقة عملها سهلة وما تحتاج إلى جهد ولا تعب. أتمنى أن تكون حلاوة الدبس بالجوز سهلة وحلوة وعجبتكم، وإذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسوني من اللايك ومردودكم الحلوة وملاحظاتكم المفيدة. ألتقيكم إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. أترككم في حفظ الرحمن.